صح. العلم كل مناحي التخطيط الاستراتيجي والخداع الاستراتيجي والتدريب فهي من البدايه للنهايه رحله علم. هقول لحضرتك لا نجاح العمل الا بالتخطيط والتنظيم الجيد، تمام، والتدريب الجيد والاصرار. سيادة اللواء انا قريه اسمها الصواف تبع مركز محمد على اهلا بيك، اهلا وسهلا. شفت بعيني تدريب العبور في الخطاط ما احنا كنا بنطلع خطاط نقعد شهر. كنت كل ما يبقى في تدريب بيني وبين الخطاط حوالي 12 كيلو اروح اتفرج. ناس فعلا ذوي حال عاملين نفس اللي موجود على سينا لما موجود على درجه الخطاط. تمام. وبيظبطوا الميه على سرعه معينه والدابه التراب، شغل ناس بتدرس علم. ايوه فعلا لما شفنا التدريبات على درجه الخطاط بعينينا احنا شباب والروح القتاليه ليس لها روح معنويه. التدريب ده كان في ناس يا دكتور، التدريب بتاع الخطاط ده التدريب جيد ويجيبوه من عن طرف اسمها طرف كفرودين وطلعوا اسمه كان طرف كفرودين جثة الجيش اللي مات اثناء التدريب. السادات الله يرحمه يعني. في حاجة ثانية في حاجة ثانية أنا لاحظتها. اتفضل. في حاجة ثانية أنا لاحظتها أيام ما كنت في الكلية، فخدونا كان مقاومة شعبية في الأنطرة غرب. على أساس في الأنطرة غرب. اسمها خدمة تمام. لا كنا مقاومة شعبية في أيام في الأجازة. في الأجازة على أساس إن إحنا نتابع نشوف إذا كان لا كان وقت طلبة بالجامعة اسمها طلبة بالجامعة. أنا كنت منهم. ما هو ده اللي بس. فكانت البندقية بتاعتي كانت خربت. فقالوا تتصلح مثلا في ورشة، الورشة دي متنقلة. خلاص انا كنت بركب معاهم وامشي، كان في ساتر ترابي ناحيتنا احنا عاملينه، وكان في فتحات اوريدي موجوده وعاملينها ومغطيينها من ورا من الناحيه الثانيه على انها ساتر ترابي. تمام. بس عشان لا ما هو ده بقى السبب ان السادات اقال الفريق صادق بسببه. لما كلفه يعمل ساتر ترابي في الغرب بيحكي تحركات قواتنا، طبعا ما عملوش. تمام. ففي جلسه يوم 24 اكتوبر سنه 72 والسادات كان شايط فيها. تمام. وراح ممشي فريق صادق وجايب عباس مالك. لما بيكلم اللي هو نوال السعيد مدير هيئه رئيس هيئه الامداد التموين، يا كذا كلفتك كذا عشان نحارب، فالتاني بيقول في حرب يا ريس، في حرب يا ريس. فراح باصص لاحمد الصادق. احمد الصادق عايز وضع تجمل. ليه؟ لان عارف الاسلحه دي ما تجيش حاجه قدام الاسلحه الصاروخيه. انت عندك دبابات 54 و55 105 مللي كيلومتر مدفع. الثاني عنده 115 مللي. تمام. الام 60. تمام. عنده اجهزه رؤيه بالليزر، اجهزه ترشيد بالليزر. انت عندك لازم يتحرك البيكولوسكوب ويظبط ويقدر مسافه ويضرب طلقه تقع قبل الدبابه وطلقه تبعد ورا الدبابه ويصحح. الثاني لا، الصليب يحطها على الدبابه يضرب خلاص. عنده الليزر مقدر مسافه، مجرد هيطلع على الدبابه يقول لي دي كيلو 200 متر، يبقى اذا هو في المرمى بتاع المدفع بتاعه. دي كيلو ونص، يبقى لا انت ما تضربش بدل الطلقه ما تطلع. تمام. فكانوا محتاجين اسلحه متطوره اكثر من روسيا. روسيا ما كانتش بتدينا. ده شهر 4 73 لما السادات يئس منه قال لهم هنخش بقى باللي عندنا. هنخش باللي عندنا. فهم في حالات مفاجآت ظهرت لاسرائيل في الحرب دي، المقاتل المصري واستخدام اسلحه زي المولوتكا اللي هو الصاروخ المولوتكا اللي هو الفهد المضاد للدبابات. تمام. والصاروخ ستريلا بتاع الطيران الواطي وصواريخ الشركه
نلاقي 4 مواسير على الدكتور محمد عبد ساب 6. في حاجات فوجئت بيها. تمام؟ لذلك بقى جاءت بقى بعد الحرب يقول لك لا شيء اسمه لا يقهر. لا شيء اسمه لا يقهر، لأنهم كانوا كل شوية عند دماغنا بالجيش الذي لا يقهر، الجيش الزراعة الطولة، اللي ما اعرفش ايه، القرد ابو سدين. عشتوا القصه بتاعتكم دي وصدقتوا نفسكم. في الاخر ديان قال ان مفيش حاجه اسمها لا شيء اسمه لا يقهر. ده في مذكراته عندي. تمام؟ التحقيقات اللي حصلت عليكم في الحديث يعني فاستحملوني عذرا يعني. شكرا. ألف شكر معالي اللواء محمد أبو المعاطي. نسمع دلوقتي معالي اللواء حسن عبد العاطي النصار، اتكلمنا على عيون موسى ومعركة السويس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الدكتور احمد قطري امين العام لنقابه الاطباء. ساده الحضور، يسعدنا ان احنا نكون مع اهل البحيره احدى المحافظات الداعمه لاقتصاد مصر، خاصه في مجال الزراعه. انا هتكلم تحت ضابط رئيسي قبل ما اقول كلمه عنه، ان مفيش عمل فردي بيتم داخل القوات المسلحه. عمل جماعي، مفيش واحد يقدر يقول فلان وعلان. منظومه جماعيه من الاقل واحد لغايه قائد العالم القوات المسلحه. فالفرد نفسه بيشغل، لو قلنا عرض 50 سم في طول مترين يبقى هو متر على الارض. احنا بقى حاربنا على مواجهه 175 كيلو على قناه السويس. 2023 عام سعيد علينا كلنا، كان في مناسبات كويسه، مولد النبوي الشريف، والعبور الاول وال50 عام على تحرير سيناء، والعبور الثاني للجمهوريه الجديده ان شاء الله، والعيد ال 73 للثورون اللي احنا قاعدين فيه الصفاوي دلوقتي بتاع الدكتور احمد. فبهنئكم بيه، وبسم الله ما شاء الله على التجاوب والكلام مع الاخ محمود. دي الندوه 73 واحنا بنتكلم عن حرب 73 وبنتكلم عن حرب 73 واحنا بلغنا ال 73 من العمر. ربنا يديك طول العمر. عايز اتكلم اقول احنا بنستمد خبرتنا من مشاركتنا في حرب 73 والالتزامات التدريبيه والعملياتيه اللي احنا خضناها من اقل مستوى لغايه المستوى الاستراتيجي. وانا شخصيا درست كليه القاده والاركان المصريه، وكان الموضوع بتاعي في الكليه عن استراتيجيه تحقيق الامن القومي العربي. والحمد لله كان البحث الاول في السنه على مستوى القوات المسلحه، وشاركت في 2 تدريب مشترك مع قوات اجنبيه. اول برايت ستار مع الجانب الامريكي، وبعدين في حاجه اسمها السيف الحاد مع الجانب البريطاني في منطقه الحمام في اسكندريه. فاحنا بنستمد خبرتنا من اللي احنا شفناه واحنا صغيرين، وبعدين دراستنا الاكاديميه ومشاركتنا في اعمال التدريب والتخطيط. الحرب تخطيط وتنفيذ واداره. ف بتتعمل خطه كامله، وبعد كده بننفذها، وبعد كده بيحصل اداره للعمليات زي ما حصل كده. واتكلم زميل محمود عن اداره الثغره دي، كانت مرحله.
العملية تمت بثلاث مراحل. مرحلة عبور وإنشاء رؤوس كبار اللي هنتكلم عليها شوية، ومرحلة تطوير، ومرحلة القتال غرب القناة اللي هو بدأ بيها اللي هو محمود. الفترات الزمنية بتاعت المعركة من 6 ل 14 لقنا فيهم الجانب الإسرائيلي درس لن ينساه، والدليل إن قواتنا اللي عبرت قناة السويس في 73 موجودة لغاية النهاردة شرق القناة، محدش رجع. سينا تحت السيطرة، مفيش. قناة السويس بدأ العائد الاقتصادي بتاعها، ودي كانت نتيجة الحرب 73، يعم على مصر. إدارة المعركة بقى بتختلف من قائد لآخر، ومفيش واحد نقدر نقول إن دوت تسبب في كذا أو ده تسبب في كذا أو العمل عمل جماعي، والكل بيشيل النصر وبيشيل أي مواقف طارئة بتحصل خلال المعركة. احنا لما بنيجي ناخد قرار عشان إدارة أو نحارب، كنا بنتعلم حاجة كده، نقول احنا ايه؟ أنا والعدو على الأرض تحت السماء مع مراعاة أحوال الطقس. أنا قواتي والعدو على الأرض بقى، المية أكتر من اليابسة في الأرض، البحرية والقوات البرية. تحت السماء بقى القوات الجوية وأحوال الطقس بقى، الغروب بقى أول ضوء وآخر ضوء والشفق والحاجات دي كلها بتدرس على أساس القوات تتقدم إزاي وتحارب إزاي وتطلع إمتى وترجع إمتى وهكذا. المنظومة منظومة صعبة جدا، يضاف ليها بقى الظروف الإقليمية والظروف الدولية، وإن أنت بنقاط العدو بتدعمه زبانية جهنم زي ما بيقولوا. فأنا هبدأ بيه بالعدو اللي احنا كنا بنقاتله، واسمحوا لي بس يعني إذا بصيت في الورقة ما فيش مشكلة عندي. هو كان العدو طبعا استولى على سيناء، واستولى على الضفة الغربية، واستولى على القدس، واستولى على الجولان بعد 73، وبدأ ينظم دفاعاته في قناة السويس في مانع من أكبر الموانع الدفاعية في العالم. هم بيقولوا في خط ماجينو اللي هو فرنسو، وبعدين احنا ايه الخط الثاني بتاعنا بتاع الفرنسي. فكانوا بيستندوا على قناة السويس كمانع مالي، وعاملين ورا منها نقط حصينة، وورا النقط الحصينة طبعا حاطين مدرعات بحيث ان اي نقطة من النقط دي تقع تقوم الدبابات تبدأ تدخل عشان تنجد النقطة اللي ممكن تقع في ايد المصريين. اخطر مرحلة في عملية العبور الاول اللي تم في 73 زي ما بنتكلم عنه، هي كانت مرحلة العبور. مرحلة العبور دي مرحلة يعني لو تخيلناها هنشوف الإعجاز اللي اتنفذ في هذه المرحلة. مواجهة 175 كيلو ومانع مائي مسدد ترابي 20 متر فوق، مطلوب الدبابات تخترقه والمدرعات تخترقه عشان نوصل للناحية الثانية، والكلام ده كله تحت ظروف عدو ما بيرحمش. إسرائيل كان ليها نظرية اسمها نظرية الأمن الإسرائيلي، كانت بتعتمد على ارتباطها بقوة عظمى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. عندهم نظام التعبئة بتاعهم نظام منظم جدا، 25% قوات بتشتغل عاملة على في الدفاعات، وال75% في المصانع والمزارع وكده. يحصل يقولوا كلمة في الكودية في الإذاعة، ال75% دول بمنتهى السرعة بيكونوا على خطوط القتال وموجودين ضمن القوات ينضموا لل75. الحاجة الثانية إنه ما كانش بيقبل خسائر، إنه كان دايما ينقل المعركة لخارج أرضه.
ما يحاربش هو. يعني احنا لو بدانا 73 من على خط الحدود الدوليه كان طبعا الموضوع كان اختلف خالص، ما كانش انما كان قدامنا عبور وست الترابي وهكذا. على ارضنا كل الكلام ده على ارضنا. وانه ما بيقبلش خسائر، عنده الفرض طبعا لما قلنا النسب اللي هي موجوده دي كويس، انه لو تمسك بارض ما ينسحبش منها. وزي ما طبعا حضراتكم كلكم طبعا ناس على مستوى علمي راقي، وشايفين النهارده الحرب الروسيه الاوكرانيه، وشايفين الدعم الغربي اللي بيتم لدوله بيساندوها في حته شمال الاطلنطي. نفس الكلام ده كان بيحصل لاسرائيل، يعني العالم كله ورا هذا العدو، فكنا بنخاطب عدو رهيب. اتكلم بقى في النقطه دي، العبور تم تنفيذ العبور طبقا للتوجيه رقم 41، وهذا التوجيه اللي خططه وحطه عشان بس ما نهضمش حد الفريق سعد الشاذلي. فريق سعد الشاذلي هو اللي عمل هذا التوجيه واتكلم على ازاي العسكري من اول ما يلبس الجزمه لغايه الخوذه لغايه زمزميه الميه، القارب هيركب في مين، الدبابه تتحمل ازاي، المدرعه تتحمل ازاي. ما سابش حاجه في التوجيه 41، والكل بيشهد على هذا الموضوع. يعني عايز اقول ان تقدير الموقف بيخضع للعرض اللي حضرتك بتعرضه على الطاوله. كلنا بنقول بنقول اللي انا قلتهم دول، انا والعدد على الارض تحت السماء، كل واحد بيقدر موقفه وبيعرض على القائد، وبنختلف او نتفق، دي ما فيهاش مشكله.